كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. الأهلي بيعيد على جماهيره وبيقول لهم أنا هرجع وهنافس على الدوري تاني. بس القرار ده خده إمتى بقى؟ امبارح بالليل اللي هو يوم الوقفة بتاعت عيد الفطر. نزل بيان بيقول يا رابطة الأندية، ما أنا هحكي لكم بس الرابطة قالت له إيه واللي خلاه أساسا يرجع في كلامه وينافس من أول وجديد. هفهمك القصة. نزل بيان بيقول لهم دي مستندات جديده. الكلام ده من امتى؟ امبارح اللي هو يوم الوقفه، يوم 30 نزل بيقول لهم يا جماعه انا عندي مستندات خدوها. بعت المستندات. بعد ما بعت المستندات العصر الساعه حوالي 11 ونص بالليل الرابطه نزلت بيان بتقول احنا خلاص آه عن عن خفف العقوبه على النادي الاهلي شويه، وبدل ما هنخصم منه 3 نقاط نهايه الموسم، لا احنا هندي 3 نقاط لنادي الزمالك وهنعتبر الاهلي مسحوب والزمالك فايز 3-0 وخد ال3 نقاط. بس الاهلي مش هيتخصم منه حاجه نهايه الموسم. لا ده وخد بقى التقيله ان الاهلي هيدفع فلوس مبلغ كبير جدا، غرامات على اللي حصل وان هو ما راحش وفي بقى كان بس شغال وكل الفلوس دي هيدفعها الاهلي، مش مشكله. طبعا بيراميدز ما سكتش. نزل بيان بيراميدز بيقول بخصوص الازمه الحاليه الحاصله بين الاهلي والزمالك الخاصه بقرارات الانديه بعدم خصم ال3 نقاط المنشور على الموقع الرسمي الرابطه. واكد نادي بيراميدز اف بي سي على انه في حال عدم خصم ال3 نقاط من النادي الاهلي بنهايه الموسم فان هذا يشكل دليلا واضحا على معامله الانديه بطريقه عادله، حيث انه تم تطبيق اللائحه العام الماضي على نادي الزمالك بتاريخ 25 يونيو 2024 وتم خصم 3 نقاط منه، ونرى اليوم تغيير في القوانين. ده اللي حصل من نادي بيراميدز. طبعا الزمالك نفس الكلام ما سكتش ونزل هو كمان بيان بيقول لك انا ارفض تماما تخفيف العقوبه على النادي الاهلي. انت تخفف العقوبه على النادي الاهلي ليه؟ يعني انا عاوز اعرف انت بتخفف العقوبه على النادي الاهلي ليه وبناء على ايه؟ قال لك لا ده الاهلي بعت لهم بيان. ادى البيان اهو يا سيدي عشان بس الناس تبقى وفاهمه ما تلخبطش في الكلام. بيقول لك طالع النادي الاهلي الخطاب الوارد من رابطه الانديه المحترفه والذي كشف على كل الحقائق بكل صراحه، وجاء فيه ان النادي الاهلي لم يتعمد اثاره الازمه بتاعت الاهلي والزمالك ولم يهدف للانسحاب من مباراه القمه، وانه كان يبحث عن المزيد من العداله لكل الاطراف بما تكلف اللوائح ومدعومه بالمساندات التي تتقدم بها الى كافه الجهات المعنيه. الاهلي ما غلطش. انا هكون صريح معاك، اصل انا هكذب ليه؟ وانا معلش هقف مع الاهلي ليه ولا مع الزمالك؟ لما نقول الحق. الاهلي بعت مستندات ومستندات قانونيه ورسميه وقال فيها كل اللي هو عاوزه. خلاص مبروك عليك يا اهلي الانسحاب ومبروك عليك يا زمالك الفوز. بس الموضوع بسيط جدا يا جماعه. بس المشكله مش في اللي حصل، مشكله في قرار رابطه الانديه ان هم بعد ما قرروا واخدوا القرار ان هم يشيلوا من الاهلي ال3 نقاط بنهايه الموسم رجعوا في كلامهم تاني وقالوا لا احنا مش احنا هنخفف العقوبه شويه عن الأهلي. هنا بقى يعني من وجهه نظر انا شايف ليه عمل كده. طيب ليه عمل كده؟ ما هو قال لك الاهلي بعت لنا مستندات تثبت ان هو ما كانش قاصد ان هو ينسحب. طيب مش قصد، ما هو ممكن الاهلي كان من البدايه اساسا كان خايف يواجه الزمالك من البدايه خالص. قال لك لا انا نشكلها في النهايه خالص ان نعتبر ان الزمالك فايز مش مشكله وما يتخصمش مننا حاجه، بس على المدار البعيد بقى يعني مطبوخه ومع بعض. بس انا شايف ان الاهلي لو بعت مستندات قانونيه فعلا تثبت، شايف ان هو على حق وان الزمالك برضه على حق. وبصراحه الزمالك ما يتكلمش كتير بقى، يسكت لانه كفايه عليه خد 3 نقاط من النادي الاهلي. ده ما خدهمش من اي فريق، ده خدهم من النادي الاهلي والنادي الاهلي اداله نفس. بس حته ال3 نقاط اللي مش هتخصم نهايه الموسم هنا بقى اللي عامله ازمه. انا برضو سايب التعليقات مفتوحه يا جماعه، شارك برايك وقول لنا هل ده يعني اللي حصل من رابطه الانديه كويس صح ولا غلط، ولا تعليقات مفتوحه وشارك برايك. واحب اقول لك ان الاهلي هيرجع يشارك على الدوري من اول.